صباح الخير جميعا. طبعا الدنيا من امبارح قايمه على رجل عشان مشكله البلوجر او الصديقه اللي خدت جوز صاحبتها. بغض النظر هي خدت جوز صاحبتها ولا استردت حبيبها القديم، من الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها ستات ورجاله واحنا داخلين في اي علاقه طويله المدى، خطوبه، جواز، التزام، ان احنا نركز كويس جدا ان قلوبنا تكون فاضيه وعقولنا تكون فاضيه وجاهزه للالتزام بالعلاقه الجديده اللي احنا هندخل فيها. لو عندك شك بنسبه 1% ان مشاعرك لسه متعلقه بحد، قلبك لسه مع حد، بتفكر لسه في حاجه قديمه، الاكس بيجي على بالك كتير ولسه مش متاكده اذا كان ذهنك صافي عشان تركزي وتدي حد حقه، ما تدخلوش في علاقات فيها التزام طويل المدى. اثبتوا على وضعكم لحد ما تستقروا نفسيا وتستقروا. ما ينفعش حد يفضل حاطط حد في دماغه 10 سنين على التوازي، ولا سنة ولا 2 ولا شهر ولا حتى يوم. طالما دخلنا في علاقة طويلة المدى، طالما قبلنا ان احنا نتجوز، الجواز علاقة أحادية، راجل واحد دماغه فاضية إلا لمراته، ست واحدة دماغها فاضية ومركزة في جوزها بس. ربنا يسعدكم ويهدينا جميعا.